النهارده معانا نموذج من النماذج الناجحه من وجهه ان احنا دايما بنقعد معاها وبنشوفها في حياتنا كل يوم. فاحنا قررنا النهارده ان احنا نسجل مع احد النماذج الناجحه. محمد معانا. محمد، انت بقالك كام سنه شغال في المهنه؟ بقى لي 18 سنة. انت خريج ايه؟ أنا معايا دبلوم سياحة وفنادق. دبلوم سياحه وفنادق، سنه كام؟ 94 93 94 يعني اكتر من 21 سنه انت متخرج. بالظبط. اشتغلت قد ايه في المهنه؟ 18 سنة. 18 سنة دول يعني بنتكلم في تقريبا فرق 3 سنين بس ما بينه وما بين التوقيت اللي تخرج فيه. عرفنا ليه بقالك 18 سنة في المهنة؟ أنا داخل المهنة ديت أصلا كدراسة وداخلها عن حب. المهنة دي بالنسبة لي بتمثل إن أنا علاقات مع جست، بحاول أطور فيها أو هي أصلا مطورة. المهنة بتاعتنا مهنة راقية، مش مهنة عادية. بالنسبة لعلاقات الجست، بتعامل مع ناس ريتش، ناس كويسة. انا شايف ان فيها لازم الواحد يكون صبور جدا في التعامل مع ان هو بيقدم خدمة اكتر ما هو بيقدم مثلا مشروبات او اكلات معينة، فبيقدم اكتر كاستمر سيرفيس اللي بتخلي العميل مرتاح. بالظبط، أنا لازم أحسن العميل اللي عندي إن هو قاعد في بيته، لأن العميل جاي المكان دوت إن هو ياخد خدمة مميزة عن اللي بتتخدم بره. فأنا لازم أحسسه إن هو قاعد في مكان كل شيء بالنسبة له متاح، واحسسه بالتطور في المهنه. يعني فنجان القهوه يعني اخليه يشربه بطريقه تانية مختلفه. اذا كان هياكل عندي اي طبق من كورس، في عندي حاجات مطوره وجديده ممكن احنا نعملها. بالنسبه للجست بيجي عندي ان هو لازم يحس ان هو مش زهقان، مفيش ملل. حتى لما بتعامل معاه لازم اتعامل بابتسامه، اتعامل معاه بشكل لبق ايا كان. وبعدين بتعامل مع نوعيات من الجست كتير، فلازم اتعامل بعقليه كل جست قدامي. تمام. طب احنا بنبقى عارفين ان لازم الواحد يكون حابب المهنة عشان يقدر يكمل فيها زي ما انت بتقول 10 سنين 18 سنة. ايه الاسباب اللي تخليني اقدر احكم ان انا فعلا ناجح في الوظيفة وهقدر اكمل فيها؟ ان انت تاخد بوزيشن، تحس ان انت عملت حاجه جديده في المكان اللي انت شغال فيه، او البوزيشن اللي انت شغال فيه بتهتم بيه جدا. تعمل شيء جديد يلفت نظر الجست اللي بيجي لك. لازم الجست يحس بالاستاف اللي شغال ان هو استاف محترم لبق في الكلام، ان هو يجيبه تاني. العامل الوحيد مش المكان اللي هو بيجيبه، لازم يكون الاستاف اللي موجود الجست يكون حبه، يقدر يتعامل معاه بشكل لبق. تمام. تقدر تقول ايه على حتة ان انا اي حد فينا يقدر ينجح في وظيفته يعمل ايه؟ بداية نجاح اي حد في المهنة بتاعته او وظيفته ان هو يكون بيحبها. اي بني ادم شغال في اي مهنة بيحب المهنة دي هيديها اكتر ما عنده، وهيبذل اي مجهود ان هو ينجح فيها. بنشكر محمد على الكلمة اللي هو قالها لنا، واثبت لنا فعلا ان اي حد يقدر ينجح في اي وظيفة مهما كانت من وجهة نظر الاخرين ان هي حاجة بسيطة، لكن احنا كلنا نقدر نكون مختلفين ومتطورين في الوظيفة اللي احنا فيها. شكرا ليكم، مع السلامة.